ترقب حذر قمر صناعي أوروبي في طريقه للاصطدام بالأرض. تترقب الأرض هذا الأسبوع اصطدام قمر صناعي أنهى رحلة دامت 30 سنة في مدار الأرض، لكن الخبراء ما زالوا لا يعرفون بالضبط موقع هبوطه، وهيدا اللي بيصير القلق. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية يزن القمر الصناعي الأوروبي ERS-2 نحو 5000 باوند، أو إذا بدنا نحكي بالكيلوغرام تقريبا 2294 كيلوغرام. ورغم المخاوف التي تثيرها حوادث اصطدام حطام الأقمار الصناعية على المناطق المأهولة، تقول وكالة الفضاء الأوروبية أن الخطر السنوي لإصابة الإنسان حتى لو كان مجرد حطام فضائي يبلغ حوالي 1 ب100 مليار. هيدي النسبة المئوية للحوادث. وتقدر وكالة الفضاء الأوروبية أنه سيعود إلى الغلاف الجوي للأرض بالساعة 11:14 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء 21 فبراير إشباط. وتشير وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن مستوى عدم اليقين uncertainty في توقعاتها بعودة القمر إلى الغلاف الجوي هي 15 ساعة. يعني في 15 ساعة بسموها هن عدم يقين uncertainty. ويعود سبب هيدا العدم اليقين في المقام الأول إلى تأثير النشاط الشمسي الذي لا يمكن التنبؤ به، والذي يؤثر على كثافة الغلاف الجوي للأرض، وبالتالي على السحب التي يتعرض له القمر الصناعي. وأكدت الوكالة أنها تراقب القمر الصناعي عن كثب مع شركاء دوليين، وتقدم تحديثات منتظمة على صفحة ويب مخصصة. عاملين ويب سايت من خلاله هن عاملين تراكينج فيكم من خلاله تتابعوا شو عم بيصير. بما يتعلق بهيدا القمر الصناعي اللي هو ERS-2، تم إطلاقه ب 21 أبريل نيسان 1995 من مركز غيانا الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية بالقرب من كورو. وسيعود هذا القمر الصناعي إلى الغلاف الجوي للأرض، ويحترق بمجرد انخفاض ارتفاعه إلى ما يقرب من 80 كيلومتر، أي حوالي 5 مسافة محطة الفضاء الدولية. وعلى هذا الارتفاع سوف ينقسم إلى شظايا، وسوف يحترق الجزء الأكبر منها في الغلاف الجوي، ومع ذلك يمكن أن تصل بعض الشظايا إلى سطح الأرض، حيث من المرجح، منن أكيدين ما في يقين بالموضوع، أنه تسقط في المحيط وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية. وأيضا أضافت الوكالة لن تحتوي أي من هذه الأجزاء على أي مواد سامة أو مشعة. أكيد نحن رح نتابع هذا الموضوع إن شاء الله، مثل ما هن عم يتوقعوا أنه المفروض ينزل بالمحيط، بس هن منن أكيدين، ليس هناك يقين في هذا الموضوع. فيما يتعلق بالخطورة والقلق والحذر، هو دايما لأنه هن عملية إسقاط هيدي الأقمار الصناعية ما فيهم يتحكموا فيها. يعني ما فيهم هن يقولوا والله أنا بدي نزله بهاي النقطة ولا بهديك النقطة، بصير في شيء اسمه فري فال. فبالتالي هون هو الخوف والقلق فيما يتعلق بهذا الموضوع. فرح نضلنا نتابع هذا الموضوع. منه عملنا متابعة، يعمل لايك وفولو على فيسبوك انستغرام وتيك توك، وسبسكرايب على يوتيوب، دائما حتى تضليكم على اطلاع بأخبار أمريكا والعالم وباللغة العربية.